السلام عليكم، كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وتمام. اليوم رح نعمل مع بعض وصفة حلو كتير لذيذة ومميزة ومناسبة جدا لضيافة شهر رمضان المبارك. خفيفة ولذيذة رح تعجبكم على الأكيد، وهي حلا ليالي لبنان. مكوناتها كتير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. يلا ننتقل لطريقة حلا ليالي لبنان. بداية راح أضيف 5 كاسات كبار من المية، أو ممكن تستبدليهم ب5 كاسات كبار من الحليب السائل. أنا اليوم حطيت مية لأنه راح أضيف عليه حليب بودرة. بعد هيك راح أضيف لكل كاسة كبيرة راح أضيف لها معلقة كبيرة حليب بودرة. أنا ضفت 5 كاسات مية، راح أضيف 5 معالق كبار من الحليب البودرة. بعد هيك راح أحركهم لحتى الحليب كله يدوب في المية. بعد هيك راح أضيف 1.25 كاسة من السميد. راح أحرك السميد بهذا الشكل. لما المية تدفى عندي راح أضيف السميد لحتى يستوي عندي ويغلي في الحليب. بعد هيك ضفت رشة صغيرة أو مغلف واحد من الفانيلا ومعلقة كبيرة من القشطة، وكمان ممكن تضيفي مستكة سائلة بهاي الوصفة. أنا هنا ضفت بديل المستكة ماء ورد، ضفت له معلقة صغيرة من ماء الورد. المقدار اللي راح أعمل اليوم راح أسكبه في بايركس الحجم الكبير. لما الخليط عندي كله يتقل ويصير يطلع فقاعات هيك بهذا الشكل ويغلي، خلاص بطفي النار عليه وبكون هيك جاهز. بسكبه في البايركس أو الصينية اللي راح أضيفه فيها، ومن بعدها راح أساوي الوجه لحتى يكون عندي كله متساوي ووجهه مسطح. وراح أتركه على رخامة المطبخ في هاي الأثناء لحتى يبرد وياخد درجة حرارة المطبخ. وبعد هيك راح نعمل القطر مع بعض أو الشيرة، وراح كمان ندهن على وجهه علبة القشطة. لتحضير القطر أو الشيرة لليالي لبنان راح نكرمل تقريبا ربع كاسة من السكر. المقدار اللي راح أعمله كله هو 1 كاسة سكر مقابل 1.25 كاسة من المية، بس بالبداية لازم أكرمل ربع كاسة من السكر، بكون طعمها أطيب وألذ في ليالي لبنان أحسن من القطر العادي. راح أترك السكر هيك في مقلة على النار لحتى يدوب على نار جدا هادية. راح أترك السكر كله يدوب براحته، ما بحركه نهائي، وكمان ما بنفع نخليه ينحرق لحتى السكر عندي ما يمرر، بس هيك ياخد لون ذهبي خفيف. بعد هيك بضيف له باقي كاسة السكر وبضيف 1.25 كاسة من المية. بتلاقي هيك السكر عندك جمد معاكي، بس ما تخافي كله راح يدوب. وهنا بعد ما غلي وداب السكر بضيف شوية عصير ليمون وبخليه على النار يغلي لمدة 10 دقائق. وبهيك بكون جهز معانا القطر المكرمل. هيك بكون قوامه، ولسه بس يبرد راح يتقل اكتر. وعبال ما جهزنا القطر، هنا عندي خليط ليالي لبنان في البايركس لسه ما برد على الاخر، دافي نوعا ما. راح اضيف له القشطة. انا بحب اني اخفق القشطة بصحن، بعد هيك ادهنها على الوجه. ضفت لها معلقة من المية لحتى يسهل علي خفقها. بعد هيك راح ادهنها هيك لحتى يطلع وجهها كله ناعم وكلها متساوية، واقدر اني افردها بهذا الشكل بكل سهولة. هيك تمام، انا فردتها. راح ازينها بالفستق الحلبي، وضروري جدا انه يكون المكسرات فستق حلبي، بيعطيها طعم ولا ألذ ولا أشهى من هيك. راح أعمل تزيين بسيط هيك بهذا الشكل، وأرش على البايركس كله
مكسرات بهذا الشكل. بعد هيك راح افوتها، راح اغلفها بكيس نايلون وافوتها في الثلاجة لمدة 4 أو 5 ساعات او ممكن اكتر على حسب الوقت المتوفر عندك. وبعد هيك بتقدميها، بتكون جمدت، بكون امورها تمام وطيبة جدا ولذيذة جدا وسريعة. كل تحضيرها كله ما بياخد منك 10 دقائق، وبتطلع بنتيجة جدا رائعة، والضيافة سهلة جدا ولذيذة ومشرفة لضيوفك. وهيك شكلها بعد ما طلعت من الثلاجة بعد تقريبا 6 ساعات. جمدت وأمورها تمام، وقوامها جدا ممتاز، لا قاسية كتير ولا طرية كتير، هيك شادة حالها ومتماسكة. راح نسكبها بهذا الشكل ونضيف إلها القطر المكرمل. شوفوا كيف القوام، طعمها جدا لذيذ. راح نضيف إلها القطر المكرمل الخطير معها. شوفوا كيف لون القطر المكرمل عندي، لونه ذهبي وحلو بجنن. عن جد لازم ليالي لبنان يكون القطر عندك مكرمل بهاي الطريقة. طبعا اكتر شيء بيكون طيب معاها القهوة، ولا ألذ ولا أشهى من هيك. بتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وبتمنى كمان تعملوا الوصفة لأنها سهلة كتير وسريعة ولذيذة. لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام وكمان على صفحتي على الفيسبوك، راح أترك لكم إياهم في صندوق الوصف. مع السلامة، وإن شاء الله بشوفكم بفيديوهات جديدة.